باهي السلام عليكم مرحبا بكم في الباج ولاد جمعة اوفيسيال. باهي هذا أول فيديو نخرج عليكم إن شاء الله، يكون ماهوش الآخر إن شاء الله بحول الله. كل مرة هيك نعملوا هيك خرجات هيك ونعطوا معلومات إن شاء الله بحول الله على كل شيء، كل ما يتعلق بالفرقة وكل ما هو يهم الفرقة، وأي حاجة مقترح من مقترحاتكم تفضلوا مرحبا، أنا نجاوبكم عليهم بحول الله. باهي باسم ولاد جمعة نرحب بكم، نرحب بالناس الكل الموجودين على الباج واللي مش موجودين على الباج، نتمنى باش يكونوا برشا إن شاء الله بحول الله. باهي في البداية نحب نعطي لمحة صغيرة هكا على توسكي معناها الحاجات اللي تخص ولاد جمعة. التأسيس معروف، الأصل الأصيل هو فرقة استجمعة اللي هو الوالد متاعي. بعد ما توفى هو المراحل نحكي لكم عليها، باش نحكي لكم طبعا المرحله نتاع ولاد جمعه، مش باش نحكي لكم على مرحله الوالد استجمعه اللي هي تنحكي عليها مره اخرى ان شاء الله بحول الله. مي توا اليوم حبيت باش نحكي على الفتره نتاع ولاد استجمعه وكيفاش وتاسيسها وكذا من ومن. باهي فرقه ولاد جمعه ساعه من اللي توفى الوالد اللي هو استجمعه اللي في عام 85، معناها توفى الله يرحمه في عام 85. اخذينا احنا زمام الامور، لقينا روحنا ما عندناش خيار الا باش نواصلوا المسيره اللي بداها هو ان شاء الله الله يرحمه ونكملوها احنا. الاولاد اللي موجودين معنا معروفين ديجا، تو نسميهم لكم بالواحد بالواحد. لقينا الفرقه في الاخر الوالد تعب شويه باش يلقى هيك الانسجام وباش يلقى الصناعيه نتاع الفرقه وكل شيء منه. وقتها احنا مازال بدينا شويه شويه، عام 82 بدينا نخدم شويه شويه، والله يذكر بالخير السي مصطفى شاهد هو اللي كان معناها ما نقولش متبنينا، مي واخذنا هو على عاتقه والحق متاع ربي هو حطنا على السكه الاولانيه، وخدمنا مع بعضنا في الوتله وشاركنا في الوتله وشاركنا في برشا عروسات هكا، وتو نوريكم حتى الفيديو في الفتره بتاع 82، معناها مش معناها تاريخ موجود. ان شاء الله بعد توفى الوالد احنا خدمنا فتره يمكن حكايه بتاع 3 سنين. بعد ما توفى الوالد لقينا اوبليجي باش نكملوا الفرقه، باش نوصلوا المسيره بتاع الفرقه، واحنا ما زلنا صغار وما نعرفوش، ما زلنا في بدايتنا كل شيء منا. الوالده الله يرحمها زاد كيف كيف حتى هي تعبت معنا ياسر وحطتنا زاد على السكه، ورتنا شنو اللي نعمل وشنو ما نعملوش. تصور انت واحد في الفترات هذوك معناها اللي عمره 12 سنه واللي عمره 13 سنه جرو ماكس، يعني واحد اللي عمره 14 سنه، معناها مش بالسهل يعني الواحد باش يدخل في حاجات هيك عروسات وواحد ومشاغل نتاع العراس وكل شيء. والحمد لله يا ربي كنا موفقين ووفقنا ربي. بدينا المسيرة الساعة نسمي لكم الأعضاء نتاع الفرقة اللي كانوا في الفترة هذيك. كان الله يرحمه عم سعيد بونوح، كان عم بعزيز القلالي اللي هو عبد العزيز بن يوسف، ما هو مشهور بقلالة، خاطر من قلالة يقولوا له القلالي، بعزيز القلالي معروف. كان الحكوتي زاد كيف كيف الله يرحمه، حبيب الحكوتي زاد كيف كيف كان في الفترة هذيك موجود. كان عم بشير زاد كيف كيف جليدي زاد كيف كيف موجود. عم منصور اللواح في الفترة هذيك بدا ما عادش يخدم، معناها في الفترة هذيك بدا ما عادش يخدم وشد ولده اللي هو حبيب. وكان موجود زاد كيف كيف خدم معانا في الديبار الاولاني سليمان دوري كيف كيف. بعد تالي خذينا احنا الفرقه الحق وطورنا شويه منها وبدينا في المسيره. طورنا شويه الفرقه الحق اللي موجودين باش نسميهم لكم، اللي بدينا مع بعضنا التو مازال موجودين ان شاء الله ربي يطول في عمرنا ونكملوا مع بعضنا ان شاء الله بحول الله، اللي هو العبد لله محمد. انا هو محمد، خاطر يغلطوا فينا برشا عباد بين محمد وجمال وكل شيء، لكن انا محمد وجمال تنوريكم الصوره نتاع مع بعضنا، ما تفارقناش في حق ما نبعدوش على بعضنا ياسر. موجود حبيب زاد كيف كيف اللواح موجود، وموجود عبد الله ورير. هذوما الاربعه بدينا مع بعضنا المسيره وتو مازالوا متواجدين توا. وفما الاسم تو، الاسم نتاع الفرقه راهو الاسم المعروف، الاسم المعروف راهو ماهوش استجمع، راهو ماهوش اي فرقه تخدم راهي استجمع، لا هو باش نصلح لكم برشا معلومات. راهو اولاد استجمع اللي هم احنا، الفرقه اسمها اولاد استجمع. استجمع الفتره اللي كان فيها قبل فرقه استجمع قبل،
وقت اللي ولينا احنا خذينا تسمينا فرقة ولاد استجمع. واضح في بالي لهنا الامور كلها واضحه. اولاد استجمع، حفظوه مليح الاسم مش ما اشتغلتوا فيه، خاطر استجمع نحبوها تقعد فترتها متاعها هو وحدها وفترتنا احنا وحدها. به وبدينا المسيره الحق وطورنا باش نسمي لكم زاد برشا حاجات، برشا افصال وبرشا دواليب وبرشا كذا نتاع الاسامي نتاع المرسومات الموسيقيه وكل شيء، راه برشا خلط، فما برشا خلط كبير. لكن باش نوريكم ان شاء الله بحول الله، بحول الله باش نوريكم على برشا، باش نقول لكم على برشا حاجات. لكن توا مش باش نوصل لكم هكا، نحبكم الساعه باش تكونوا متشوقين الفتره الجايه ان شاء الله بحول الله، باش نحكي لكم على الفتره وعلى الاسامي نتاع اولاد استجمعوا والاسامي نتاعهم الى يومنا هذا. شكرا ومرحبا بكم.